أثناء ما دكة أتلتيكو مدريد بدأت بالاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا تحدث المعجزة في لشبونة ونحن بالدقيقة 92 من نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وأتلتيكو. النتيجة 1-0 وخلاص لقب أتلتيكو الأول بتاريخهم على بعد ثواني. الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالفعل، وانتهى معه حلم التتويج بالعاشرة المستعصية 12 سنة على الميرينجي. أنشيلوتي كان جايبه بيريز من أجل هذا اللقب بالتحديد، وبالفعل اللقب قدامه بس ما رح يقدر يلمسه. الهجمة الأخيرة ودفاع أتلتيكو مدريد اللي صلوا صامد 92 دقيقة من باب تأمين اللعب والمحافظة على النتيجة خلوا الكرة ركنية. مودريتش بياخذ الكرة وبيرجع وكأن الأمل الأخير. نبضات قلبك يا مودريتش لولا ضجيج احتفالات جماهير الأتلتي. أنا براهن بكل ما أملك إنه رح أسمعه بوضوح. المحاولة الأخيرة، المحاولة اللي بتخليني أجيب لقب. مشيت مشوار طويل له من أول البطولة وبالأخير أخسر اللقب. ولمين؟ لجارب الغريم الأزلي بالعاصمة. وأثناء ما هي الأفكار أرهقت عقل المدريدي بنشوف عرضية من مودريتش. خلاص اللقب أصبح في مدريد، ولكن في مدريد البيضاء. صحيح هذا الهدف كان هدف التعادل مو هدف الفوز، ولكن والله هذا كان أهم من هدف الفوز. سيميوني كان أكثر إنسان بيعرف شو ممكن يصير بنفسية لاعبينه بعد هي النوعية من الأهداف. حاول يخفي هذا الشيء، ولكن لو تخفيه يا سيميوني ملامحك تتكلم. وجوه لاعبينك على أرض الميدان اللي مالها وجوه لاعبين كرة قدم، هي وجوه بشر أحل بهم زلزال. بيريز بيقوم وبيصرخ ولا كأنه لاعب عمره 18 سنة. كاسياس بدأ بالبكاء وتقبيل راموس. قال له ولدتك أمك يا راموس من أجل هذه اللحظة. راموس بيقول لك إنه هي أسعد لحظة بحياته. معقول أنت يا راموس اللي عشت سيناريو كأس العالم 2010 بالهدف القاتل اللي جاب لك البطولة لبلدك تيجي وتقول لي إنه هي أسعد لحظة بحياتي؟ ومنفوت على الأشواط الإضافية وخلص هون العامل النفسي بيتكلم. الثاني من بيل، الثالث من مارسيلو، والرابع من الدون. فإذا أصابتك القشعريرة من هذا السيناريو فأنت مو جاهز للشيء اللي راح تشوفه بالفيديو الطويل اللي صار جاهز على القناة.